النهارده حاسين بحزن. والله انا بقرا هذا الكلام من الناس اللي يعني بيحبوا منطقتنا ويحبونا بحزن. ليه؟ يعني ارجع يا دكتور مرسي تاني، ارجع في هذا الكلام، و يعني نأمل انك ترجع في هذا الكلام. انا على فكره مبسوط قوي ان انت عندك امل في الدكتور مرسي نفسه. اكيد، لانه يعني هو قد لابد ان يتحمل مسؤوليته، وانا عندي امل فيه واطلب منه كمصري كمواطن مصري ليس اكتر. وزي ما يقول العيش والملح حتى قبل الثوره كنا. ارجع في هذا الكلام. كلنا كنا متوحدين ضد نظام قمعي. مش ممكن ان انت تتحول وانت عانيت اكثر ما عانيت كجماعه. انا افتكر يعني كلمه الدكتور بعدين اظن قعدوا 15,000 سنه في السجون. 15,000 سنه في مجموعه. انك تحاولنا تمارس نفس ممارسات الجلاد، مش ممكن. وهل تعتقد سيادتك انه لو عاد الدكتور مرسي ورجع وقال الاعلان الدستوري ده ملغي، لو حصل يعني هل ده يعني ينهي كل المشاكل؟ لا، مش هينهي كل المشاكل، بس هيفتح صفحه جديده من حسن النيه يا محمود. واحنا هيفتح صفحه جديده من حسن طبعا النيه. وفي هذه الحاله هتكون احنا مسؤوليتنا نمد ايدنا اليه ونحضنه. القوى المدنيه نلم نفسنا بقى خالص، نلم نفسنا خالص. وهنرجع بالعكس هندافع عنه. خلاص انتخب